مساء الخير، ازيكم يا ابطال؟ قلت لكم اخر مره هنتكلم عن الفرق بين الباور والماكسيمم سترينث، وامتى هحتاج ده وامتى هحتاج ده، امتى ادخل ده في تمريني وامتى ادخل ده في تمريني، وازاي اتمرن ده وازاي اتمرن ده. الماكسيمم سترينث هو انك ترفع اعلى وزن ممكن في اقل وقت ممكن. يعني في عنصرين بيتحكموا في البوينت ده، القوه والسرعه. لكن الباور انك ترفع اعلى وزن ممكن في اي وقت، مش محدد لك وقت. العامل الوحيد الفعال في الايتم دي هي الباور. طب ايه الالعاب اللي هتحتاج ان انا ادخل العنصر ده في تمريني بصوره اكتر او العنصر ده؟ هو طبعا لازم اعمل ميكس بينهم، لازم اعمل بالانس بين كل التمارين: الاكسبلوسيف باور، الاندورنس باور، الماكسيمم سترينث. لازم اعمل ميكس بينهم، والهايبرتروفي اكيد يعني. طيب بس ايه اللعبه المعينه اللي بتحتاج ده بصوره اكبر، او اللعبه اللي بتحتاج ده بصوره اكبر؟ بالنسبه للباور، فاللي بيحتاجه اكتر هو الباور ليفتر. الباور ليفتر اللي هو محتاج انه يرفع اعلى وزن ممكن بدون ليميت للوقت، ما مش هيحتاج ان هو يقرص عليه في الوقت. لكن الماكسيمم سترينث زي ما قلت لكم ان هو بيحتاج اعلى وزن ممكن في اقل وقت ممكن، فده بيبقى رفع الاثقال. لان رفع الاثقال لو انت بتتفرج عليه هتلاقيه ان هو بيبقى شايل الوزن في وضع خطر، فما ينفعش انه ياخد دقيقة عشان يعمل مثلا كلين او نطر. ما ينفع، هيتقطم فيها، هو اصلا مش هينفع، جسمه مش هيسمح له بده. الكتلة العضلية والقوة العضلية والبدنية بتاعته مش هتسمح له بده. لكن بالنسبة للباور ليفتر بيقدر يشيل، بياخد وقت جدا وهو بيلعب الديد ليفت، بياخد وقته جدا وهو بيلعب البار الفلات البنش، بياخد وقته جدا وهو بيلعب السكوات. ممكن ياخد ممكن تتفرج على ناس بتاخد 30 40 ثانيه. لكن لو خدت بالك من رفع الاثقال، لازم في جزء من الثانيه يكون ناطر الوزن، اخره 5 6 ثواني بيحتضر تحت الوزن، بيعاني تحت الوزن. فنقدر نقول ان اللي بيحتاج ده فعلا هو الباور ليفتر، واللي بيحتاج ده فعلا هو الرفع اثقال. طب احتياجي في الحياه العمليه، اذا كنت هاوي او بتمرن لنفسي لا اكثر، ما بمارسش لعبه معينه، اركز على انهي اكتر، الماكسيمم سترينث ولا الباور؟ بوجهه نظري الشخصيه انك مش هتحتاج الماكسيمم سترينث، لان ده بيتطلب منك عنصرين: قوه وسرعه، وانت مش هتحتاج ده، انت ممكن تحتاج الباور اكتر. بس ده ما يمنعش ان انت تدخل ده في تمرين وده في تمرينك، بس ما تركزش قوي على الماكسيمم سترينث، لانه زي ما هو قوي وسريع اكيد في اصابات، اكيد في خطر. ولازم لما تيجي تتمرنه تتمرن تحت ايد مختص، تحت ايد واحد يقدر يمرنك صح عشان ما تتصابش. وزي ما بقول لك دايما، خليك رياضي، خليك صحي، خليك ذكي.